مليار ونص. انا معليش مليم لكم. الدوله اللي عليها انا عليا نادينا ليا انا، لان النادي تبع الدوله ب 176 مليون. السيد تركي الشيخ طلع مع الاخ سيف زاهر قال بالحرف الواحد انا اديت مبلغ للاستاذ مرتضى ليه هو ورفض ياخده خلاص، وقال لي ادي لي النادي. طلع المبلغ كام؟ 176 مليون اللي جوه بتاع حساسي وجروس و7 مليون بتوع الملابس. تمام؟ يبقى انا اللي دايما بتبرع للنادي 18 مليون جنيه. لا انا اللي اطلب منك اديني بقى الفلوس، انت اللي مدين ليا. طب الدوله دفعت لي كام؟ سلفتني 5 مليون جنيه وبعد الجواب خدته سلف. يبقى فين المال العام؟ المال العام اللي انت بتتكلم فيه انت بتهزر. وبعدين طب ليه بقى الاستاذ احمد الشيخ من تليفون لتليفون بنت خاله طلب ان انا اعينها في القناه وقال لي تعينها ضروري، ما عينتهاش. بعد ما قال لي لا عملنا فحص ما فيش ولا مخالفه يا سياده المستشار، قال لك لا بقى مليار هنا و700 مليار هنا و900 مليار هنا و400 مليار هنا. فبقول له احمد يا شيخ، ومن ضمن المخالفات اللي هو كاتبها اللي احنا قريناها في الجرايد الادوات الصناعيه. صدق وكان بالله احمد الشيخ ادوات الصناعيه هو نفسه مدير الشباب والرياضه في الجيزه اللي كاتب انها ادوات مخالفه للسيئه، هو ادوات استثنائيه عاملها له. بقول لجماهير الزمالك اطمنوا اعضاء الجمعيه العموميه ان النادي خرب. النادي يا جماعه كان بيجي كل يوم خميس 50,000. انا اديت للمحكمه صور النادي الخميس اللي فات ما فيهوش 5 صنفار. معظم اللعيبه انا مكلمها عايزه تمشي. قلت لهم اصبروا. انتوا مش بتلعبوا قبل ماتش امبارح كمان. قلت لهم تثبتوا للناس انكم اولادي بس مش بتلعبوا عند مرتضى. اسعدوا جماهيركم. عشان كده شفتوهم امبارح وشفت عبد الحليم علي لما قعد يرقص. وانت عبد الحليم يا علي ايه دورك في القصه؟ ما انت كنت مستخبي ورا الدكه خايف المقاولين يجيب جول. اول ما بقى 2-0 فاضل دقيقه طلعت ترقص. هو انت الكوتش لا؟ هو انت المدرب العام لا؟ هو انت اللعيبه لا؟ هو انت اللي جبت اللعيبه لا؟ ما تعرفوناش بقى. بعدين في الفيديو اللي انا عامله طب ما ترجع شويه. احنا في ظهر النادي في ظهر النادي، بس كل واحد ماسك خنجر عمال يضرب النادي. فاروق جعفر عايز ياخد حته وده عايز ياخد حته. لا الله ربنا يسامحه. مش هو قال لي امير حياة امك حياة امك انا هوريكم حياة امه دي بالقانون. هخليك تندم يا بتاع خرابات اوروبا. الكلمه دي طلعت مني ان انا بلطجي اللي جبتك عينتك. وعلى فكره احمد مرتضى وامير اللي جابوك مدير فني ايام كمال درويش. وانت لسه عامل حلقه فين يا بدر من الكمامه بتاعتك. يا باشا البس كمامتك. يا باشا البس كمامتك. يا باشا هي كمامتك عشان نسمع صوتك يا ريس. بس احنا ننزل تحت معليك يا فندم. لا انا هعمل شويه. خلاص مش انت لسه مستضيف احمد وامير وقال عليهم اعظم ولاد في التاريخ وامير ده معجزه من المعجزات وعملت ترند. على الاقل هم ما مدوش ايديهم ودفعوا وخدوا من النادي، لا بيدفعوا للنادي. والمدربين دول كلهم لما بيجوا هم بيدفعوا لهم فلوسهم واللعيبه. عرفت بقى يالا بس يا عم الله يسامحك. مش انت قلت له يالا انت ضابط شرطه دفعته مقدمين دلوقتي ومحامي استضاف احمد جلال في البرلمان لغايه دلوقتي ومحامي محترم وقال مجلس اداره نادي الزمالك اللي هو جابك عينه. عينه. يا جماعه بقول لجماهير الزمالك والله العظيم سبب ما بعملش انا بصور ما بعملش. لو عايز يعمل ما بعملش والله ما اعمل. وما عنديش رموز. بقول كلهم مش هعمل. ولا لهم لازمه وكلهم على جثه النادي بيقطعوا كل واحد عايز حته. وبقول لاحمد بكري في النهايه والله مش فاكر. انت فاكر لما تلبس صوره القدم الخوفي الصوره اللي انت صورتها مع الراجل يا عم بصور يا عم المقرف ده اللي تقول لي باشا وانت بتخوف لما كنت اللي هو محمود ده تم الجيزه محاصر النادي الفني المركزي. شوف رئيس الجمهوريه محترم كبير لا رئيس يعلم خطر طبعا ويحترم القانون. اتعلم يا وزير الشباب والرياضه من رئيس الجمهوريه اللي عندنا وانت اقسمت قدام انك تحترم القانون. انت لا احترمت القانون ولا احكمت لوائح ولا احترمت اراده الجمعيه اللي جابتنا الجمعيه اللي جابتنا. خلاص اللي قالت اللي عشان تسقط العضويه عن مجلس الاداره الجمعيه العموميه غيرها. اطمن الجماهير ان شاء الله.
نقول للموظفين والعمال اللي ما قبضوش لغايه دلوقتي، عرفت ان مرتضى منصور كان بيقبضكم قبل اخر يوم في الشهر بيوم عشان كلكم تتكلموا، دلوقتي بيدوروا على الترابيزات وماشي للاسف تاخدوا فلوس من الناس. عرفتوا الفوضى والزباله اللي بقت في النادي، عرفتوا البلطجيه اللي رجعهم ممدوح عباس بقياده البلطجي اسمه لا يا باشا التاني ده اسمه ايه؟ اسمه ايه الواد البلطجي ده اللي جاي؟ عريان اسمه حاجه عريان. حاكم النادي هنا حاجه عريان. عاطف داعس خلاص. والبلطجيه رجعوا تاني النادي، والدكتور ماجد كشف المحترم بيجمع قواعد جمعيه يوميه ينضرب هو جوه النادي. جماهير الزمالك كانوا قواعد جمعيه يوميه. والله العظيم انا حزين عشان الناس اللي وعمال يرفد الشغلانيه. لا مش صالحين شؤون اداريه يا راجل، ده واقف عضويه ايمن حافظ وهو اصلا مش عضو في النادي بالتليفون، والحراميه رجعهم والمتحرشين رجعهم والمزورين رجعهم. قولوا عبد الحليم علي مشي يا ريس. نعم قولوا عبد الحليم علي مشي من كوب مدير الكوره. مشوا عبد الحليم علي مدير كوره. يمكن عشان رأس. ايوه فاهم. مش مشكله دلوقتي. ايوه بصوا يا بقى جميع العمال المحترمين، الله يوفقكم جميع فوق دماغي. والله العظيم فوق دماغي. لو انا كاتبين كده، لو مرتضى منصور دفع مليارات الدنيا عشان يطلع بطل شعبي وياخد المحبه دي كلها ما كانش عمل كده. انت عملت بطل شعبي في مصر. ربنا معاك واحنا معاك يا سيادة ان شاء الله. ربنا يديك الصحه. كل ما يوم يعدي اللجنه اللي موجوده المختصمه ما بقت الكراهيه بتزيد بيها. بقول للجماهير اوعوا تنزلوا ننزل بعد اذنكم عشان معانا المستشار
تابعنا مع حضراتكم خروج مرتضى منصور من مجلس الدولة بعد تأجيل القضية عنه قرار اللجنة الأولمبية من منطقة الرياضة 4 سنين. القضية أجلت، الجلسة اتأجلت يوم 3/1، ودي رابع مرة